انواع المامز. بما اني دخلت كوميونتي المامز جديد، فكل واحده فينا اول ما بتبقى ام بيبقى ليها كاركتر. اول نوع المتنحه، دي بتبقى داخله الامومه بشعار انتوا مكبرين الموضوع كده ليه، ما بسيطه وسهله يا عادي. ابنها يبقى جوه بيرفص وبيكسر في باب الاوضه وهي لسه فاضل لها اخر بق نسكافيه، هتبقى تقوم تشوف هو عايز ايه، ولو سكت لوحده عادي. علاقاتها بعيالها بتتلخص في النظرات، كوليكشن تبريئات كده هم بيفهموها، انا معرفش ازاي. قرر قرارات مصيريه وبتبقى عايزه تمشي عروس تربيه بس بتكسل تنفذها. يعني هي دي مشكلتها في الحقيقه، ان عيالها ليه ما تربوش عشان انا مكسله اربيهم. في نوع الشقيانه، دي بتبقى قمطه القمطه على طول، بنفس الطقم من بقالها 4 سنين ما بتغيروش لانها ما عندهاش وقت تغيره. بتعرفها من كم الهائل من العيال اللي شبه بعض وشبهها جايين مره واحده. هي ام حرام من وهي عندها 18 سنه وعادي، يعني هي مكمله في طريقها ومكمله في الخلفه، بتخلف كل سنه واحد جديد. ثالث نوع برميل البؤس، في ام كده هي مولوده ببوسها ده من وهي طفله وهي عندها البوس ده، وبعدين بتقعد تشتكي بقى من كل حاجه، بتشتكي من الجواز والعيال والطلبات والمذاكره، تشتكي ان العربيه ما فيهاش بنزين. انا ما اعرفش ايه العلاقه، ممكن تروح تحط بنزين عادي، بس هي عايشه عشان تشتكي. في رابع نوع بقى اللي هي مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه. يعني هي جت ام صدفه، هي ما تعرفش اتجوزت امتى اصلا، خلفت ازاي هي مش فاهمه برضو. بتسال اسئله لا وجوديه على طول، مش فاهمه اي حاجه. يعني اغير بامبرز امتى، بيبقى عنده كام سنه كل قد ايه، يعني ايه تطعيمات اصلا هي مش فاهمه، فين ستال ده ممكن اجيبه منين. تفضل بقى كده حتى ابنها كبر وبيتجوز ونفس الاسئله هي هنجوزه ازاي، هنعمل ايه. يعني تحس ان احنا كلنا مساعدينها في تربيته. يعني هي ما اسمهاش هو اسمه ابننا، ده ابننا كلنا. انواع الباد مام، يعني هي عامله زي الباد بوي بالظبط كده، بس هي متجوزه ساري في اي حته، مش لازم يبقى عربي، اي ساري وخلاص هي متجوزاه. في ناني لكل طفل، بس هي موافقه على اي حاجه عادي. يعني ما عندهاش مانع بنتها تشرب خمره عادي. ايه القصه، ايه الموضوع؟ يعني عدت كل الليميتس لدرجه ان احنا شخصيا من بعيد مش عارفين نربي عيالنا. ما احنا عيالنا بيشوفوا عيالها خلاص بيجي لهم قشعريره بيموتوا مننا. الولاد صحابها ممكن يجوا يبات عندهم عادي. بتخليها بقى تجرب كل حاجه في حياتها على اساس ان دي خبره. بنفضل بقى نكبر بالخبرات كده لحد ما بينتهوا نهايه مأساويه كلهم.